بنفس اليوم قال له اعطيني احكي مع اولادي، قال لي لا بتعتذري من نانسي، لا مالك حكي مع اولادي، روحي اعتذري من مرتي. خلص انا لما بعت لك اولادي ما مشان تزلني فيهم، انا ما اذيتها لمرتك بشيء، اللي اطلعي اعتذري من نانسي، بس اعتذرتي من نانسي بتحكي مع اولادك. ضليت على مده اسبوعين ثلاثه ما عم بحكي مع اولادي، يوم عيد ميلادهم لحتى خلاني احكي معهم، ودقوا الاولاد هن عم يبكوا وانا عم ببكي. بس بدي اعرف، قلت له بدي اعرف انه انت لما اولادك عم يبكوا على الكاميرا وانا عم ببكي على الكاميرا انت كيف عم تحط راسك على المخده وبتنام؟ قال لي بنام، لكن شوفي بالعكس انا بنام وبكون مرتاح. قلت له انت مرتاح بس انا مالي مرتاحه، في الله بيني وبينك. وهذا الحكي كله انا بواجهه فيه، ما عندي مشكله، لانه ما عم بتبلى عليه، انا ما عم بتبلى عليه. ليش لا اعتذر؟ ليش طلبت منا انه اول يوم احكي مع اولادي، ثاني يوم احكي مع اولادي وهي مره قالت لي نايمين، مره قالت لي هن برا، مره قالت لي احكي بالنهار افضل. انا هون بعد قلت لها بدي احكي مع اولادي، قلت لها صار لي 3 ايام شو القصه ما عم تخلوني احكي مع اولادي؟ قلت لها اعطيني انا، وبيوميتها